السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا. كما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بهله كتجي ناجحه بكل مقاييس، بطريقه اللي هي سهله ومقادير مضبوطه، وكتجي بهذه النتيجه كما كتشوفوا معايا مشقه وزوينه وطيبه من الداخل ومن على برا ومن على برا كما كتشوفوا معايا. آه، جربوها معايا بالطريقه ان شاء الله غتعجبكم. قبل ما نبداو الفيديو ما تنسيش تخلي واحد لايك، ما غتخسري والو الا ضغطي على لايك. هنا على بركه الله غندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير عندي 2 كيسان ديال سنيده كبار ديال العنبه عامرين، وها عطيتكم العبار حتى بزلافه، و2 كيسان زيت عامرين، تقريبا قبيصه الملح، ونص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الدار فوريه، ساشي ديال الكراميل، الزبده اللي الضربه، وكاس ديال الزنجلان مطحون، وكاس ديال اللوز حتى هو مطحون مصهد شويه في الفران، 3 ديال الخمارات، 2 ساشي ديال الفاني، وكيلو ديال الدقيق. كناخدو منه كاس كنحمرو، يعني كاس ديال الدقيق محمر ناقصينه من الكيلو. هنا ما حطاش الكاس نسيتو البنات. المهم غتشوفوا معايا في المقادير غادي نضيف كاس ديال الدقيق محمر. هنا كناخد الخلاط الكهربائي كنضيف ليه كلشي. يمكن لكم تخدموا حتى بالهاشوار البنات. انا هنا خديت غير الخلاط حتى غادي يطحن ليا مزيان، نوعيه جيده غيطحن. كندير فيه المقادير كاملين: الزبده، الفاني، الخميره، الملح. بالنسبه للبنات الخميره ديال الدار غير تقريبا واحد نص معلقه صغيره. كنضيف سنيده، الزبده، وحتى الزيت، وكنطحن كل شيء في الخلاط الكهربائي. كيسهل عليا كتجي هكا، يعني العناصر كاملين كينسجموا بلا ما نبقى ندلك بيدي. طريقه سهله بنات، وفي نفس الوقت كتوجد في ساعه ما كتعطلش معكم. خاصك غير قبل تكوني محمره داك الكاس ديال الدقيق ناقصه من الكيلو ومحمراه، وموجده اللوز وزنجلان حتى هما مصهداهم وحاطاهم حداك، او كتبداي في المقادير يعني كتجيك الطريقه سهله. بالنسبه للوز والزنجلان البنات اللي بغات تخليهم مهرمشين ممكن. انا اللوز طحنته شويه، ولكن الزنجلان شويه بقى شويه مهرمش شويه مطحون. هذا هو الدقيق البنات اللي قلت لكم سبق لي حمرته ونقصته من الكيلو. هنا كما كتشوفوا معايا الخليط بعد ما طحنته في الخلاط الكهربائي كيصبح بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا ليس، كيجي ساهل حتى في الخدمه. عوض تبقاو تمعكو كيجي ساهل. بالنسبه لسنيده البنات كتكون رقيقه. السنيده اللي رقيقه احسن تخدموا بسنيده اللي رقيقه. 2 كيسان ديال العنبه كبار. انا عطيتكم حتى اللي بغى يعبر بزلافه عطيتكم، وهي في نفس الوقت كتكون تقريبا 300 غرام 300 غرام بالنسبه للسنيده والزيت. كتعبري الى عندك الميزان عبري 300 غرام 300 غرام، ما عندكش عبري 2 كيسان العنبه عامرين مزيان. هنا غادي نضيف اللوز والزنجلان بطبيعه الحال كما كتشوفوا معايا. كتجي ناجحه البنات، جربوها معايا بالطريقه كتجي زوينه. هنا الدقيق حتى هو اللي محمر قبل ضفتو، وغنضيف الخمارات وغنخلط مزيان. هنا ما كاين لاش نطول معكم الفيديو البنات باش ما تملوش. كنخلط بهذا الشكل، وغنضيف الدقيق كيلو فقط، كيلو ديال الدقيق اللي نقصت منه كاس طبيعه الحال محمر. يعني في المجموع عندنا كيلو ديال الدقيق. صافي كنمعك مزيان وكنضيف هذاك الكيلو وخاصني ندلكها مزيان. ما كتحتاج تدليك بزاف البنات، دغيا كتجمع معكم، ماشي ديك البهله اللي كتبقى مفرته بزاف وكتعذب حتى في التكوار وهذا لا. يعني كتضيفي داك الكيلو كتدلكيه شويه كتبان لك كتجمع كتكور صافي كتحبسي. كتجي مزيانه البنات وكتجي سهله ما كتعطلش معكم فاش كتبغيو تصاوبوها. دغيا كتوجدوها وكتجي بنينه لذيذه البنات. وهذاك الدقيق كيعطي واحد السر، هذاك الدقيق اللي حمرناه كيعطي واحد السر اللي هو كيخلي لها اللوين ديالها محمر من الداخل، كيعطي اللون الداخل. ملي كتعطي البهله ما كتجيش بيضه معكم من الداخل، كتبان لكم محمره لا من برا لا من الداخل. هذا هو السر باش كتجي كتبان لك بحال طيبه من الداخل. هي راه فين طيبه ولكن كتجي اعطي اللون محمر مزيان من الداخل. غتفهموني. صافي البنات انا كنبقى كما كتشوفوا معايا كندلكها بهذا الشكل كما كتشوفوا. ندخل الدقيق كامل ديالي في مع المقادير وندلكها غير بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. هنا مصرع الفيديو كاين لاش نطول معكم فيديو. هنا راه بدات كتدلك، راه ما كتاخذش وقت طويل في التدليك، راه كتحسوا بها كتجمع. صافي غنبدا كندلك فيها شويه وغنجمعها
على جنب باش نشكلوا الكويرات ديالنا ديال البهله. كما كتشوفوا معايا البنات، بالنسبه للقرفه الا بغيتي تضيف واحد المعلقه ديال القرفه مع المقادير ماشي مشكل، كتبقى على حسب الرغبه وحسب الذوق ديال كل واحد. هنا انا ما ضفتهاش مع المقادير. هنا خليت لكم فيديو على طبيعته باش تشوفوا الطريقه كيفاش كندلكها. راه كتجي رطبه، حيت قبل خلطناها في الخلاط الكهربائي. يعني الزبده كتجي لينه بزاف البنات، كتعجبكم في الدليك ما كتعذبكمش. حتى في الهاشوار ممكن انكم كما قلت لكم، ممكن انكم الا كانت عندكم هاشوار مزيانه والزبده ما تكونش في الثلاجه، تكون غير بحراره المطبخ باش كتطحن معكم دغيا وما تخسرش لكم الهاشوار. صافي البنات، هنا كنبقى كنجمع فيها بهذا الشكل، وغندوز باش نحضر صفيحه الفرن. نفرش لها ورق السيلفوريزي باش ما تلصقش ليا البهله في اللاطه، نشكلها كويرات، وكل كويرات نحطهم من بعدين في اللاطه. المهم انايا كنهضر باش ما نلقاش راسي في الاخر مضغوطه مع اخر الفيديو. كنبغي نوصل لكم فكره كامله. هنا انا جمعتها بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا، سهله. شكلوا كويرات اللي هما على قياس كل واحد تاني، كتبقى كاين اللي كيبغيها كبيره، كاين اللي صغيره. من الفوق تقدروا تبسطوها شويه، تقدروا تخليوها بهذا الشكل، كتجي ناجحه البنات. وبالنسبه للفرن كيكون دافي ماشي سخون بزاف باش ما تلهبش معكم وتحمر بالزربه، كيكون غير دافي. كتدخليها الفران العافيه فوق منها حتى كتشقق وطلعيها الفوق. وفاش كتطلعيها الفوق راه ما كتشدش لكم وقت بزاف في الطياب، وهي فاش كتكونوا كتقلبوها كتحسوا بها بحال باقا خضراء. لا، حاولي تهزيها بشي موصل هذا اللي بانت لكم محمره من التحت، حيديها وخليها في الفران حتى خليها برا حتى تبرد، عاد تحركيها من اللاطه راه كتجي ناجحه. هذا هو الشكل النهائي البنات ديالها بعد ما طابت. كتجي مشقه كما كتشوفوا معايا بهذا الشكل. جربوها غتجيكم ناجحه ومضمونه. ولا نجحت معكم ماشي ولا نجحت، اكيد غتنجح معكم. خليوا لايك وخليوا تعليق للتشجيع فقط، ونخليكم ان شاء الله مع فيديو جديد. الى اللقاء.